ازاي الانسان يعمل خطوات بسيطة يبني بيها قيمة نفسه. ايه الخطوات اللي الانسان هيكون محتاجها عشان يبني القيمة دي جواه؟ خد بالك انه قيمة الذات او الثقة بالنفس او اي شيء هو مش شعور. بمعنى ايه؟ لان انت لو اتعاملت على ان هو شعور فانت شوية يبقى عندك شوية مش عندك. واوقات لو انت عندك الباك جراوند او الجذور بتاعتك كانت سيئة، يعني كانت بتهد فيك، انت هتحس ان دايما في اصوات في دماغك كده كل ما انت بتعمل حاجه بتقلل من قيمه اللي انت بتعمله، فبالتالي انت مش قادر تحس بحلاوه اي حاجه انت بتعملها، فانت تلاقي نفسك ان انت بتعمل حاجات كتير حلوه بس انت مش حاسس. فانا ازاي استعيد هذا الاحساس وازاي احس فعلا ان انا شخص ليا قيمه؟ رقم واحد، انه اوعى تربط قيمتك بنفسك بانجازات خارجيه فقط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت قيمتك بتتحدد من اللي جواك كشخص. يعني ايه جواك كشخص؟ بقيمك، بمبادئك، بصفاتك الكويسة والجميلة اللي فيك، وبرضه بتتحدد بايه؟ بالحاجات اللي انت بتعملها بره. ولكن قيمة الذات كشيء داخلي لازم يعتمد بشكل كبير قوي على مين؟ على اللي جوه. لانه لو في بره ومفيش جوه سهل اي حد يجي يهد كل اللي انت عملته. سهل اي حد يجي يقول لك ان انت ما عملتش اي حاجه. سهل اي حد هيجي يقول لك ان في احسن منك، وهو هو في احسن منك. هو دايما في حد احسن منك. فانت تحس انه كلامه منطقي، في احسن مني، في اشطر مني، في حد عمل حاجات كتير قوي وانا اللي انا عملته بسيط قوي حواليه. ولكن لما برضو قيمتك تبقى مرتبطه بحاجات جواك بيبقى صعب قوي انه حد يهز ايه اللي بره. لان انا كشخص حتى بيبقى عندي الفيجن ان انا هبقى فين قدام. وقت بندخل في مقارنة غريبة كمان ما بين انه في حد ممكن يكون ابتدى من سنين وانا لسه بادي، فلاقي نفسي بقارن نفسي بيه. مستحيل. ليه انا احط نفسي في مقارنة مع حد بيبني بقاله سنين وانا لسه بادي؟ بل بالعكس، انا ممكن انا في سنين بسيطة انا اعمل اللي هو عمله. فاذا انا لما بأده لا، ده انا ممكن ابقى عامل اضعاف اضعافه. فانت بتدخل نفسك في مقارنة صعبة قوي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الصوت اللي جواك. يعني كل واحد فينا كده عنده بنسميها زي معلق داخلي، عامل كده زي مذيع الراديو. كل ما انت بتقول او بتعمل اي حاجه هو بيعلق على ايه؟ على اللي انت بتعمله. دايما المذيع ده مش انت. يعني دايما هو بيكون اصوات تانية القديمه بتاعت زمان. يعني يبقى البيت بقى، الصحاب، ما اعرفش ايه. خدوا بالكم الانسان دايما ميال انه يفتكر التعليقات السلبيه. ليه؟ لان هي دي اللي اثرت في نفسيتك، هي دي اللي جرحتك، فانت دايما بتبقى فاكرها. فانت لازم المذيع ده لازم تسكته. بس هو ما بيسكتش يا شيماء. فبيكون حل الانسان ان هو يعمل ايه؟ كأن انا هعلم المذيع ده يقول لي ايه. فلازم الصوت ده يتغير، لازم الصوت ده يتعدل. طب الصوت بيتغير وبيتعدل ازاي؟ حاجه اسمها ديلي افرميشن. يعني انت لازم تعمل شويه توكيدات كده انت كل يوم بتقولها لنفسك. انا بقول لنفسي بقى ان انا شاطر، ان انا هنجح، ان ربنا هيكرمني، ان انا انسان كويس، ان انا انسان جميل. بدي لنفسي الافرميشن اللي انا نفسي فيها، او اوقات اللي انا نفسي ان انا اسمعها من الناس انا اللي ببدا اقولها لنفسي، وانا اللي ببدا ان انا اسمعها لنفسي. فيبدا مع الوقت وبالتدريج صوت المذيع الرخم دوت يبدا ان هو يعمل ايه؟ هو شغال. بس تحس انه كانه صوت واطي، مش حد زنان، مش حد صوته اعلى من صوتك. يبدا يعلى جواك الصوت التاني بقى، الصوت اللي بيرد عليه، اللي يقول له انه كل ما هو ينتقدك لا، في صوت تاني بيرد عليه ويصحح النقد اللي هو بينتقده ليك. فدي جزئية وتفصيلة مهمة جدا. طيب الحاجة التانية برضو اللي انت محتاج ان انت تعملها، هي ان انت تدون الانجازات الصغيرة اللي انت بتعملها، مش الكبيرة. ليه مش الكبيرة؟ لان الكبيرة لحظة، انما المتعة الحقيقية الكاملة هي في الخطوات اللي انت بتمشيها. وعلى فكرة هي دي فعلا اللي بتثبت قيمة الانسان، مش الانجاز الكبير. ممكن تختلفوا او تتفقوا معايا، بس انا بشوف ان فكرة ان انت تعمل انجاز كبير دي بتاعت ربنا. يعني فكرة ان انت تعمل حاجة او توصل لحاجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. لان ياما شفنا ناس ما بتعملش اي حاجة خالص
بتعمل حاجة يعني بتحصل لها حاجات حلوة كتير، وياما ناس بتعمل كل حاجة وما بتوصلش. فهي ايه؟ هي بتاعت ربنا مش بتاعتك. انما قيمة الانسان الحقيقية هي في اللي هو بيعمله، في السعي بقى، يعني في سعيك انت ناحية اللي انت عايزه وناحية اللي انت نفسك فيه. دي بقى حرفيا قيمتك الداخلية. ففكرة ان انا ادون اللحظات او المواقف اللي انا من جوايا بحس فيها بالانجاز. وخدوا بالكم ان دي بتختلف من شخص لشخص. يعني لو حد مكتئب، فكرة ان هو يقوم من على السرير ده اعظم انجاز هو ممكن ان هو يعمله. فكرة ان انا اجي واكتب التفاصيل الصغيرة اللي انا عملتها او اللي انا حققتها، دي حاجة حلوة قوي. حاجة حلوة قوي كمان واكتر لو انت كنت شخص مفتقد الشعور بالانجاز، هو ان انت تبروز انجازك. يعني لما انجز شيء انا هكافئ نفسي. يعني انا مش حاسس، بس انا هكافئ نفسي. بمعنى هكافئ، انت لازم تبروز بقى. وكل واحد على حسب. في حد بيكافئ نفسه يروح يشتري له حاجة حلوة، في حد بيكافئ نفسه ان هو ياكل اكلة حلوة، ان هو يخرج خروجة حلوة. انا اقتطعت جزء من يومي في ان انا اقول لنفسي ان انا استحق. انت واخد بالك؟ فانت بروز نجاحك. انما لو انت قررت انه لا، انه فلان ما قاليش مبروك، او انه فلان ما جابليش هدية، او انه فلان ما قاليش ايه الشطارة دي، يبقى انت كده هتفضل قاعد، يعني قاعد زعلان كتير. انت بتبروز نجاحك وبتقتطع جزء من يومك. زي ما اقتطعت من جهدك عشان تنجز الشيء ده، انا بقتطع جزء من يومي في ان انا بخرج الخروجه الفلانيه، او ان انا بجيب لنفسي الحاجه الفلانيه، وانه دي عشان انا حققت كذا، او انه دي ان انا عملت كذا. فانا هنا بروزت ده. بالتدريج بيبدا يتبني ده جوايا. بالتدريج بحس ان انا بجري ان انا انجح وان انا اعمل شيء عشان انا هكافئ نفسي بعديه. طيب، الحاجة التالتة والجميلة برضو، زي ما قلنا ان قيمة الذات بتتحدد بالاكثر في قيمك او في صفاتك الجميلة اللي انت بتمتلكها. فاحنا ياما عندنا صفات حلوة قوي وبنبقى زعلانين. احنا بنبقى زعلانين انه اوقات بتستغل، زعلانين انها اوقات لا تقدر، زعلانين انه اوقات ممكن اللي قدامنا يعني مبقاش شايفها اصلا. فبيجي الانسان برضو في اخر يومه ان انا اسجل الصفات الجميله اللي فيا دي، ولكن من واقع اليوم بتاعي. يعني انا عملت موقف حلو قوي مع حد من صحابي، يعني استجدعت معاه. اجي اخر اليوم اكتب انا شخص، انا جدع عشان عملت كذا كذا. انا لازم الصفه اللي هكتبها النهارده هي الدليل بتاعها منين؟ من فعلا عملته النهارده. معايا؟ احنا غلابه، احنا على قدنا، احنا بنرمم نفسنا، احنا بص مكسرين. بس معنى كده والله سؤال بجد، معنى كده ان انا لازم بربط ان انا في حاجه كويسه بموقف معين؟ لا، انا عايز بنعمل ده من الاول يعني. انا عايز اعمل نوع من انواع الاشتراط. انا عايز اعمل نوع من انواع انه انا مش عايز الحاجه الحلوه تبقى بتعدي علينا زي الهوا، والحاجه الوحشه بنفضل قاعدين نندب وزعلانين ونعيط قصادها. انا عايزك يا عم ادي للحاجه الحلوه معنى، واديها وقت، واستقطع لها جزء من يومك، وقدرها وحس بيها، لانه الحياه فيها الحلو وفيها الوحش. انما انت اللي بتيجي عند الوحش وتقرر ان انت حرفيا تلبس اسود ليه. عارف انت لبست الدريس كود بتاع الحزن، وقررت ان انت تقعد بقى احنا هنحزن. انا عايزك برضو تلبس الدريس كود بتاع الفرحة، واللي هو ايه، يلا بقى احنا هنتبسط. قولي حاجة كمان، فكرة، ودي بقى عايزة منك انت نوع من الذكاء، ان انت تزرع نفسك في البيئة اللي تقدرك. عارفين ان انتوا الجملة بتاعت سافر انت لست شجرة؟ انت حرفيا مش شجرة. بس انت مش هتسافر هتروح فرنسا، انا وانت كحيانين معناش فلوس. حلو. انما انت هتسافر للمكان اللي هتحس ان هو يقدرك، حتى لو المكان ده جروب بيقعدوا في المكان الفلاني، ناس في الحتة الفلانية. فوقتها انت لما تتحط في المكان اللي بيدرك قيمة اللي انت بتعمله، فانت تلاقي الناس بتسقف لك بتقول لك الله واو ايه الجمال ده. ممكن يبقى في حد بيرسم، تلاقيهم داخلين طالعين عليك ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، ولا ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده. انما انت تروح وسط ناس تانية بتقدر قيمة اللي انت بتعمله، الناس دي ممكن تعمل لك تمثال على اللي انت بتعمله. معلش، حطيت نفسك في المكان اللي يناسبك وسط الناس
اللي بتقدر قيمة اللي انت بتعمله. انما احنا اوقات هو انت لازم تقدرني، ان انا مش هتحرك من هنا إلا لما انت تسقف لي، او ان انا اشوف في عينيك ان انت شايفني ان انا خطير. والله هتفضل قاعد كتير. عشان كده يقولك ما تحاولش تثبت نفسك للي مش بيشوفك، لانه مهما عملت هو الصورة اللي هو مكونها عنك او اللي هو شايفك فيها هي مريحاه، هي عجباه، هي بتحقق له اغراضه، بتحقق له نواياه بقى، بتحقق له اي حاجه، هي بتحقق له حاجه جواه. فوقت في ناس هي مريضه القلب، مريضه العقل، ايا كان، هو مش هيشوفك. فانا مش عايزك تقعد تحرق بنزين على الفاضي. فوقت لما تيجي الظروف حتى لوحدها كده تهيأ لك اللي انت نفسك فيها، تحس انه ملوش لازمه. ليه؟ من كتر ما انت احترقت نفسيا في مسار او في طريق ما جاش منه فايده، ما جاش منه قيمه، فانت بتحس ان انا خلاص فقدت الشغف بقى. انا مش عايزك تحرق بنزين على الفاضي، انا عايزك تبقى ذكي، زي ما بنقول كده، تبقى ذكي في اختيار الناس، تبقى ذكي في اختيار كمان البيئه اللي بتقدر قيمه اللي انت بتعمله. فكره ان في ناس وحشه، في ناس وحشه. فكره ان في اماكن او في ناس هتبقى شايفه ان اللي انت بتعمله ده ولا حاجه، ده كتير. احنا شخصيا بنشوف حد مشهور بيتشتم، وانتوا بتقولوا عادي، ما هو مشهور، ما عادي، لازم يتقبل ولازم يستحمل. فحتى الناس اللي وصلت للقمه في ناس بتشتمها، بس هو قرر انه يعمل، هم شايفهم اصلا هو مجرد تعداد. يعني هو بيعتبر ان الناس دي هي مجرد تعداد سكاني عادي، معلش، موجودين معانا على وجه هذه الارض، فلازم ايه، نستحملهم لحد اما ربنا يبيدهم. هي الناس بتعمل كده، هو وصل اللي هو عايز يوصل، مش فارق له. فانت فكره ان انت مهما عملت انت كده كده هتلاقي اللي مش عاجبه اللي انت عملته ولا شايفه، وشايف ان انت عادي، يعني ما في احسن منك كتير. انما انت لما تزرع نفسك في المكان اللي انت مناسب ليك، بتحس ان انت مرتاح ومطمن، وان انت ايه ده، الله، ده انا طلعت بعرف، يعني طلعت انفع. انت فاهماني؟ فانت لازم تبقى ذكي، ذكي في ان انت تتنقل، وذكي كمان في ان انت ما تفضلش واقف قصاد تمثال. انا وانت عارفين ان هو تمثال، انا وانت عارفين ان انت لو قعدت تصرخ في وشه مش هينطق، مش هيرد عليك. مش لان هو مش شايفك، او مش لان هو ما عندوش حاجه يديها لك. عارف انت بيقول لك انت اوقات بتطلب مشاعر، حد ما عندوش مشاعر، هو ما عندوش. المشكله مش فيك، هو ما عندوش عشان يديك. فدي ستيبس حلوه قوي وعمليه تقدر ان انت تمشيها، بس النتيجه عايزه ايه؟ عايزه استمراريه.